سنقف دقيقة صمت احتراما لضحايا الزلزال وسنعلن عن موعد مباراة المغرب لاحقا. قدمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال الذي شهدته منطقة الحوز الجمعة، وخلف وفاة 2122 شخصا لحدود الساعة. ونشر كاف بلاغا عبر موقعه الرسمي يعزي فيه المغرب وأسرى ضحايا الزلزال، معبرا عن حزنه ومواساته لهذا الحادث الأليم. وأعلن الاتحاد الوصي عن كرة القدم الإفريقية على أن جميع المباريات التي ستلعب ضمن تصفيات كأس إفريقيا المقررة اليوم الأحد ستشهد الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا. وأكد كاف أيضا أنه سيحدد موعدا جديدا لمباراة المنتخب المغربي وليبيريا التي كان من المتوقع أن تلعب السبت، قبل أن يتم تأجيلها بسبب هذه الفاجعة الأليمة التي هزت المغرب. وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي سجلت مساء يوم الجمعة وحدد مركزها بجماعة إيغل بإقليم الحوز إلى 2122 وفيات و2422 إصابة، من بينها إصابات خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة 4 زوالا من يوم 11 شتنبر، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه.